ايه رايك انت النهارده بقى في الحكم على قتله اولادكم؟ الحمد لله رب العالمين. ده ابني دلوقتي كده بنستريح في الجنه وفي الحور. ده دلوقتي بيشرب من الحوض بتاع الرسول عليه الصلاه والسلام. نحمد ربنا ونشكر فضله. واحنا اولادنا احنا ربيناهم ومشينا عليهم وتعبناهم ودخلناهم جامعه القاهره، ما دخلناهمش جامعات خاصه بفلوس ولا اي حاجه، وتعبنا على عيالنا وظهرنا اتكسر عليهم. بشكر القضاء المصري القضاء الطاهر الشريف، وبشكر سياده المستشار والنيابه اللي تعبوا معانا في فتره الجلسات دي كلها، والحمد لله. وبشكر شباب الأقصى اللي هم كانوا ساندنا، وكان ربنا جعلهم سبب في استمرار القضيه بشكل غير طبيعي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. حسيت ان انت جبت حق ابنك النهارده؟ طبعا فرحان جدا، في البيت فرحانين قوي، وكلهم شافوهم في التلفزيون، شافوني انا فرحانين، عاملين فرح وزغاريد في البيت. الحمد لله. تقول ايه للرئيس النهارده في اول حكم بعد عهده النهارده؟ الرئيس انا مبسوط منه جدا، يشكر قوي، وربنا يقويه ويسيبه من الكلام الناس التانية ديت. ونشكر وزير الرياضه العم فاروق، ودانا برضه عمره وحج، ونشكر النادي الاهلي والأطرس، الناس كلهم حلوين قوي كويسين. ومجدي مقشه هو خالد ناسي نفسه وخالد الغندور. ليه انتوا بتقولوا علينا كده؟ وسختونا في جميع القنوات وتقولوا ان احنا خدنا فلوس وعملنا وسوينا ورحنا وجينا. ما يجوا يقعدوا معانا. النادي الاهلي عمل صندوق تسول علينا في تبرعات، انا معايا كشف تبرعات انا مستعد اطلعه واخده من النادي الاهلي. في واحد اتبرع ب5 جنيه وفي واحد اتبرع ب1,000,000 جنيه وقسموهم علينا. احنا رحنا للشهداء بتوع الاسيوط، احنا كاهالي شهداء على حسابنا، وطلبنا منهم من فاروق العمري ان هو يفضل يدخلهم معانا في الماتش اللي هو بتاع التكريم. يعني احنا ما بنبصش على فلوس ولا اي حاجه. اتقوا لله، عيب عليكم كده الكلام اللي انتوا بتقولوه دوت. الحمد لله الحمد لله، نشكر ربنا ونشكر ربنا ونشكر فضله. الحمد لله القضاء عادل والحمد لله، وربنا اعدل من اي حد. ربنا هو اللي عايز كده، واحنا عيالنا في الجنه لكن هم عيالهم في النار، هم رايحين النار. عيالنا اتاخد غدر، ما كانش ليه مسلح، ده ليه كل همه ان هو يتفرج على ماتش كوره. ونشكر ربنا الحمد لله.